الفيلم الثالث هو لو فابيلو ديستان داميلي بولان، فيلم فرنسي من اخراج جون بيير جوني في 2001. والفيلم داير على اميلي بولان اللي كتلعب الدور ديالها اودري توتو، اللي هي شابه دوزات واحد الطفوله غريبه، والديها كانوا خايفين عليها اكثر من اللازم. بوها اللي طبيب دكتور تاسيتورن اللي كيلعب الدور ديالو الممثل غوفوس غادي يغلط في الدياغنوستيك ديال بنته ويمرضها بالقلب وهو راه ما كاين والو. وغادي يقرر الاب هو والام باش يربيو ويقريو اميلي ويكبروها في الدار بعيده عن المشاكل الخارجيه اللي يقدروا يشكلوا خطوره على صحتها وهو راه ما كاين والو. وغادي تدوز الايام اللي غادي تولي سنين اللي دوزاتهم اميلي كتكبر وكتعلم في الدار في وسط واحد لومبيونس ممله، وكانت منسى ليماجيناسيون ديالها، وكبرات نيه بزاف وما فيهاش تشيطين واخا هكاك مطوره. ومن بعد من خرجت للعالم بقات محافظه على الظرافه وشيئا ما السذاجه ديالها في التعامل مع الناس. برات على واحد الخديمه في كافي دو مولان في باريس، وبدات كتعرف على الناس اللي دايرين بها وعلى جيرانها، وكتلاحظ بلي كلشي مهموم والناس ما فرحانينش، وكاين اللي ما عرفش حتى علاش هو ما فرحانش. واحد النهار اميلي غادي تقرر تبدا تعاون الناس باش يخرجوا من داك الغيص اللي موحلين فيه ريوسهم، وترجع فيهم الروح والامل في الحياه. وحيت هي نيه وقلبها كبير غادي تنور حياه شي وحدين وهي ناسيه راسها ونصيبها من السعاده. وملي كترجع لدارها كتلقى راسها بوحدها. حتى لواحد النهار غادي يبان لها واحد الشاب غريب الاطوار في واحد الظروف مخربقه، وملي غادي تبغي تتعرف عليه القصه غادي تعنكش وتمشي بينا بعيد. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain est une très belle comédie romantique unique وفيها واحد لا ماجي انكرويابل. ساهمت فيها حتى الموسيقى التصويريه ديال الفنان يان تيرسين، وبطبيعه الحال الاداره الفنيه والاخراج ديال جون بيير جوني، والاداء الرائع ديال اودري توتو. هذا الفيلم حقق نجاح هائل وحاز على عده جوائز من بينها السيزار ديال افضل فيلم وافضل مخرج لجون بيير جوني. Vous, au moins, vous risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur.